طبعا يوم الجمعة 22/7 الساعة هلا حسب الجوال مثل ما بيقولوا الساعة 7:05. والله اليوم جميل حلو. أنا بالعادة الجمعة بطلع على الشغل بشتغل وبرجع شي الساعة 2:30 أو 3 العصر، ورجعنا وهسه أخذنا الأولاد والعيلة وطالعين شمت. بالبداية كان عبارة عن مظاهرات سلمية، وطبعا شعب حوران كان طالع مظاهرات سلمية ويؤكد بأن هناك مظاهرات، وما زالوا يؤكد بأنها مظاهرات سلمية، وإذا صار أي مظاهرة كانت فعلا أنه سلمية. بس في بعض الناس المندسة استغلت ظرف هذه المظاهرات وقامت بإطلاق النار على المتظاهرين وعلى الجيش. السبب طبعا خلق فتنة بين الحكومة وبين الشعب. وطبعا أنا بعترف أنه بالبداية نجح بهالأمر هذا، نجح أنه خلق فتنة هاي. بس أسألك سؤال مهم هلا، يعني القناعة العامة هون بدرعا انه قديش نسبتها انه اللي صار على ايدي ناس مندسين مسلحين من برا؟ والله في بصراحة أنا بحكي لك ببداية الأمر كان في اختلاط عند أهالي درعا بسبب الأقنية الفضائية يلي سببت تشويش لعقل الإنسان. بعدين تدريجيا لما صار في عروض على قناة الدنيا وعلى الأخبارية وعلى الفضائية السورية، وشرح انه شلون انحط العلم السوري بمظاهرة باليمن وشلون هذا انقتل. حتى انا شفت، انا متابع على الانترنت ومتابع على الفيسبوك كمان، شفت خبر على جريدة السيريا نيوز قبل المظاهرات ب4 أشهر تقول انه 20 كلبا قاموا بتقطيع طفل. وبعد ما طلعت المظاهرات وبعد ما صار في تخريب وقتل، أنا تفاجأت وجود صورة الطفل نفسه اللي قريته بالسوريا نيوز، انه هاي الامن او العسكر او الجيش عذب هذا الطفل وصورته موجودة. يعني هلا بقناعتك انه الازمة مرت ان شاء الله وانتهت؟ ان شاء الله الازمة مرت وما في شيء. وحتى انت شفت اليوم شفت شيء عنصر جيش، شفت شيء حاجز او دبابة او عنصر امن ماشي، شفنا بعض الحواجز بسيطة. في شرطة الامور تمام، والجيش طلع من البلد ومطمن على البلد. وطبعا نحن هون باسم درعا بنشكر كل عنصر عسكري قام بحمايه البلد من اي مخرب. اي حاجز كان سلمي اهلا وسهلا تفضل، ما في اي مشكله، كان مجرد الحصار لملاحقه المخربين. محافظ درعا تواصل الاكف الطيبه التصفيق والهتاف لابي حافظ.